النهارده يا جماعه في اول ماركت سوري بيعمل كل المنتجات السوري اللي انت ممكن تتخيلها، من اول الحاجات الجاهزه للحاجات المجمده للحلويات السوري، المكسرات السوري، حتى الكحك المصري عملوا منه سوري. وبقول لك ايه، ادخل شوف. نبدا بقى يا جماعه باول ستيشن احنا بنخشها هنا، وهي المناقيش. بيعمل المناقيش بطريقه مختلفه شويه عن الطبيعي، ان انت بتلاقي العجينه رقيقه قوي وشبه العيش الصاج، مش شبه المنقوشه اللي هي بتبقى شبه البيتزا، لا هنا الناحيه الثانيه العكس شويه. اول حاجه بقى بيحطها على الصاجه دي كده، مش بيدخلها فرن، وحسب بقى الاوردرات اللي معايا بصراحه احنا لسه ما طلبناش، لان هو ايه دي فاهيتا الفراخ ما بتاخدش مثلا 15 ثانيه بالظبط. تعالى بقى نخش على الستيشن اللي جنبها بالظبط، وهي الكنافه بالجبنه. دي بقى بتبقى كنافه خشنه اللي هي النابلسيه، اللي بتبقى جبنه من تحت كنافه من فوق عسل. ناخد طبق صغير وندوق ونكمل مع بعض. تعالى بقى ايه، دي كلها الحاجات اللي هم بيعملوها هنا، حلو قوي دي كمان. العسل بتاعها خفيف كده مع الجبنه مع الكنافه الخشنه. نخش على اللي بعده. اول بقى ما بتخش هنا بيبقى عندك يمين وشمال، يمينك مكسرات وشمالك حلويات وورايا مخللات. فانت عايز تروح فين بقى يا مصطفى؟ خلينا مكسرات. طب تعالى على الحلويات، يلا بينا. عرفنا بقى، لان في حاجات اشكالها احنا ما نعرفهاش. يعني انا اول مره اشوف البتاع الاحمر دوت، جلاش ماء الورد. او احنا جايين يا جماعه، احنا بنصور الساعه 2 بالليل يعني، تمام. فهو موضوع ايه، هو قال لي انا عندي 35 نوع حلويات، انا هم خلصوا، فانا مش متبقي معايا غير اعتقد كام 13 14 نوع كده جلاش بماء الورد جواه بيستاشيو. ده ايه بقى؟ ممكن تيجي تدوق بس يعني هتحل يعني. ممكن حد مثلا هو جنب ابن الشام بالظبط بتاع بوابه 22، ممكن تيجي طب ندوق بقى الجلاش الرفيع ده. ده بيبقى محشي كاجو. كاجو وعين جمل وبيستاشيو. ولا في برضو عندنا الهرايس، دي هريسه باللوز، هريسه فستق، هريسه مكسرات. في عندك كنافه، دي كنافه بالقشطه. كنافه بالقشطه بيستاشيو برضه. بتبقى بالبيستاشيو والقشطه، دي بتبقى بسبوسه وبمهلبيه. طب معلش هتدوق بسبوسه بالمهلبيه برضه، عليا. انت فاهم البسبوسه بالمهلبيه دي بيبقى فيها شويه مشاكل كده. يا لهوي، بسبوسه مهريه خالص. والمهلبيه لا دي جامده قوي، دي احلى من بسبوسه بالقشطه. بص بقول لك ايه، دي شكلها حلو قوي برضه بتاعت البيستاشيو دي. بتبقى العجينه بتاعتها فستق وجواها فستق. بقسمها لا مش لا جربها، هيك برضه سكرها خفيف حاجتنا. احنا كنا نحدق بقى كنا نحدق ما الاقيش الاول، طيب بدل ما تدخلنا على الحلو كده. يا هو مصطفى خد ده جلاش، لا بس دي تقيله بقى. انا شايف ان احنا كده القسم ده حلو يا مصطفى. كده يعتبر خلصنا ايه حته الحلويات. تشوف البهارات ولا في برضه قسم حلويات ورايا؟ يعني انا رايي البهارات. طب تعالى يلا على الكحك. طيب يا جماعه بصوا بقى، فاحنا جينا لقينا هنا بيتي فور وكحك، فانت عندك فرايتيز كتير قوي. ده بيتي فور اوريو. احنا بقى كنا عايزين نعرف في كحك انت قلت لي ده المميز عندكم. ده بيبقى بالورد، ده في بعين الجمل. عايزين واحده بالورد من عينيا. والله السوريين كرم برضه. دي ورده فعلا يا احمد. طبعا تحس ان هو ايه شبه الكريز شويه، فرول خالص. واحنا دقناه من شويه انا ومصطفى بره، نرمل ريحه الكحك باينه. بالنسبه لي ككحك وبيتي فور ما دقتش البيتي فور، بس دقت الكحك والكحك حلو قوي. ممكن بقى نبقى نجربه في اخر الفيديو كده، بس احنا نتحرك اسرع شويه. وبمناسبه العيد عندهم برضه فرايتيز كتير قوي من الكحك. يعني في بسكوت اللي هو بالبرتقال، بسكوت شوكولاته، بسكوت فانيليا، كحك بالشوكولاته، ودي حاجه غريبه بالنسبه لي، والغريبه الصغنونه، وبعض انواع البيتي فور، وجميع انواع الكحك المفروض. بس اكتر واحد مميز فيهم هو الكحك اللي بالورد، وعندك الكحك الساده، وكحك اللي بالملبن، وكحك اللي بالعين الجمل. انا عجبني فكره الكحك بالورد دي. يلا نخش على الستيشن اللي بعدها. انا قلت لك فرايتي السوري من اول الحاجات اللي معموله لحد ما نخش على الحاجات اللي مش معموله اساسا. دلوقتي في عندك قسم مخبوزات وجيلي كولا وشويه حاجات تحت، وعندك قسم اللي هو الغربي وكده. تحب تخش على انهي واحد فيهم؟ انا رايي نخش على الشيلي كل الحاجات. تعالى بقى نخش جوه كده، هناك عند الجبن وبتاع، في حاجات حلوه قوي هناك. نخش بقى يا جماعه في الجبن. هو كميه فرايتيز من الجبن فظيعه، وهم كمان عشان بيعملوا سحور، فهتلاقي الراجل ايه جوه بيجهز بعض من انواع السحور. هي دي ايه دي؟ لبنه مع زعتر مع زيت زيتون. ده قصه بقى. عندك بقى هنا قسم الاجبان. دي عندك دي شلل مفروده، أيوة. ودي شلل مطفوره، دي عشان مضفره والثانيه ايه سايبه من بعض. يقول لك ايه الفرق ما بين الشلل المطفوره والشلل المفروده؟ المطفوره مملحه، المفروده مش مملحه قوي. تمام. فانت عندك بقى فرايتيز بقى، بابا غنوج، حمص، لبنه، يالنجي اللي هو الورق العنب، تمام، بس اللي هو البارد اللي بدبس الرمان والرمان. بعد كده نخش عندك بقى تاني. بص يعني انت هتاخد كميه فرايتيز خطيره، مربات، جبن وميكسات، شويه اجرب ورق. انت جيت من هنا. هو ده صوص شوكولاته ولوتس، والله حلو برضه. ده صوص شوكولاته ولوتس، يعني هي الناس ادونا صباعهم اكلنا دراعهم. والله لوتس حلو وتقيل، طعم القرفه مش طاغي فيها بندق، يعني جواها بندق، لذيذ قوي. هي دي مربى. انا مش عارف ليه بفكرني بنفسك لما كنت بتبقى عايز تدوق كل حاجه في السعوديه. شفت كل طب ما تقول لنا انواع المربات. هلا في عندك نارنج، في فراوله، في توت، ورد،
تين مشمش، بتبقى برضه غير مواد حافظه. من غير مواد حافظه. آه. طب والميكسات اللي ورا ديت ميكسات جبن هلا اعتقد دي صح؟ جبن كيري. في عندك كيري ايه؟ كيري شيدر، كيري بلاس، هي زي البريستون، كيري قشطه، كيري ميكس اللحوم دي بتبقى مع ميكس اللحوم، بحبها فيها لانشون وذره. دي كيري الساده، لا كفايه بقى مش عايز اسال عليه. حركه عندنا عملها في بلشة. وايه دي؟ مرته دي ولا ايه؟ دي مش مع مرتة. بجد والله؟ ادوق المرته من عيني عشان بعد كميه الحلويات ديت يعني فاهم؟ عايز حاجه حاجه حدق فيها. الله. ايه اللي جنبها دي بقى؟ دي سبايس. لا خلينا بقى ده بقى لما نتسحر بقى. آه. بعد كده عندك تشكيله من المخللات جميع انواع الزيتون، وفي بتنجان مخلل، وفي كوره كده ايه مسوده في النص دي. ده الجبنه القديمه عندهم. دي الشنجليش. هي دي الشيء. ويخلق ما لا تعلمون. بس هم عندهم بقى حاجات هي بتبقى منتجات بتاعتهم هم بالذات، يعني انت عندك زيت الزيتون هتلاقيه مكتوب عليه ابو الخير. عندهم بقى حاجات تانية دبس رمان واللانشون والحاجات اللي هي المعلبات كلها، وهتلاقيها مرصوصه ورا كده. انا مش في حاجات كتير مش فاهمها لان هي حاجات ديت مش بلاقيها في السوبر ماركتس العاديه، بس هي المفروض يعني ايه، هنشوف مصطفى هياخد منها ولا مش هياخد منها، لان هو كسر علبه عسل من شويه وما حاسبوش عليها. حصل؟ حاسبت عليها بجد؟ جدع محترم. خلصنا بقى قسم اللي يعتبر ما تفهمش هو البقاله يعتبر كله، فتيجي بقى نشوف اللي هي المصنعات المجمدات ولا العسل اللي انت كسرته. نروح نشوف العسل والحاجات دي. ماشي تعالى بقى اوريك عندهم ايه. بص عندهم من اول الزبده الجاموسي والزبده البقري، عندهم ايه بقى حاجات زي الكبه الساده والكبه المشويه والكبه جوز وكبير وكبه جوز صغير وفراخ فرن فرايتيز يعني انت الثلاجه دي انا ما كنتش متخيل انها تطلع الكميات ديت. ده قسم واحد منها، هم 3 ابواب. عندك بقى التاني بقى دي واحده بتاعت الفراخ بقى لها حاجات بقى ايه، هتلاقي السوريين مشهورين بالزنجر قوي تمام. عندهم زنجر تشيكن الا كيف، شيش طاووق، برجر فراخ شوي، برجر لحمه شوي، شاورما فراخ، وتشيكن رول، وفاهيتا فراخ. معرفش ايه النغيت ده. نجت بس بالسوري. وعندك هنا بقى دي حاجات برضو ايه مضفوره وسمبوسك. يعني من الاخر انت لو حبيت اللي هو جو ان انت تشتري حاجات سوري وتعملها في البيت، سواء بقى تقليها تدخلها في الفرن الكلام ده كله، وتحب تشوف اليميش والحاجات ديت، ولا تحب تشوف العسل بقى. تعال نشوف العسل بقى. اقول لك عشان انت في حاجات حلوه قوي فيه. جينا بقى عند العسل اللي مصطفى كسر منه حاجه، انا ما اعرفش كسرها ازاي، بس انهي واحد اللي انت كسرته ده؟ الحضرمي. هو كسر حضرمي؟ انا كسرت حضرمي يا حميد. اقسم بالله. والله انت عارف الحضرمي ده ال 600 مللي منه بكام؟ ب 1350 جنيه. هو انت دفعت اكيد ولا انت بتحور؟ 120 جنيه والله. يبقى عمل لك ديسكاونت عشان انت كسرته مش عشان شربته. يقول لك الحضرمي دوت بقى نوع من العسل اليمني الجبلي، فهو عشان كده غالي قوي. والله الغالي للغالي. تعالى نشوف بقى قسم القهوه ولا نخش في المكسرات. انا رايي نشوف قسم القهوه بصراحه. تعالى نروح نشوف شويه مكسرات تحفه هنا. بص ده بقى من الحاجات اللي موجوده في البدايات هتلاقيها، لان هي بقى اكتر حاجه شكلها مشهي شويه. حتى حجم الفستق والوانه هتلاقيها مختلفه. يعني بص عندك مثلا 5 6 الوان من الفستق. ينفع تدوقني ببيكان؟ كان ده المدخن معلش. ده الملح. ده الملح معدوب بقى مدخن. ده بيبقى العين جبل مدخن ده برازيلي رهيب. محمر. هو مدخن فيه بهارات شويه. المملح طعم البيكان ظاهر قوي. هم عندهم بقى ايه؟ المكاديلا. المكاديميا بتبقى افخم انواع المكسرات دي البندق الاسترالي. سبحان الله. في اي حاجه تعمل تاني عايز تبص عليها؟ انت عايز تبص على ايه تاني؟ ما هو انا مش شايف انا في حاجه ناقصه اساسا. شفنا كل حاجه. يمكن ده اول سوبر ماركت سوري انا اجربه في حياتي. هاخد بقى شويه منتجات وهنروح بيها، بس قبل ما ناخدهم بقى ممكن يا نتسحر سحور خفيف، يا نشوف كام حاجه ندوقها برضه، عشان احنا ما دوقناش كتير قوي. على فكره الكحك مميز قوي عندهم، ده اللي انت مش فاهمه والله العظيم. الكحك بجد يعني انت هتلاقي الكحك فيه طعم وريحه كده. احنا كنا ضاربين طبق قبل ما نصور الفيديو دوت، فتعالى ناخد كام حاجه كده ناكلها وروح بقى على هناك يا مصطفى. ننهي بقى التجربه يا جماعه في ابو الخير فود ماركت. ابو الخير فود ماركت على فكره عنده اكتر من 15 فرع، منهم فرع اعتقد في اسكندريه، وفي بقى في التجمع الاول، التجمع الخامس، في الرحاب، في المعادي. احنا تعالى بقى ننهي التجربه بكام منقوشه من الايه، من اللي هم بيتعملوا بالعيش الصاج دوت. دي اللي هي الفاهيتا بالجبنه، تركي بالجبنه، والمحببه الى قلبي زعتر جبنه. ستظل الزعتر جبنه هي اقوى حاجه بالنسبه لي. بس وبكده يبقى لخصنا تجربه ابو الخير، اول سوبر ماركت سوري من جميع المنتجات السوري في مصر. وبقول لك ايه، اقفل بقى مصطفى.